لو حابب تزرع البامية فوق سطح بيتك وما تروحش تسوق تجيبها كيلو ب50 جنيه، تاخد منها احلى نموات تخدير فوق سطح بيتك بدون ما تغرم ايتها جنيه او ايتها درهم. طبعا احنا دلوقتي انا جهزت الحوض اللي انتم شايفينه ده، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتعمل لايك للفيديو. احلى مسا عليكم من اخوكم ادهم من قناة عالم الزراعة. احنا دلوقتي هنزرع بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده الحوض، وانا عامل نقطات علشان يشرب لوحديه لو انا مش فاضي ولا حاجه، وبتبدا النقطات تنقط على النباتة على طول علشان برضو ما نغرقش السقف بتاعنا. بعد كده بنبدا نجيب البذور. بعد كده بنسيب بين كل نباتة ونباتة حوالي 10 سنتي، هو كده كده على حسب النقاطات بتاعنا. بعد كده بنبحث في التربة بتاعتنا حوالي عقلة صباع، يعني حوالي سنتي او 2 سنتي لتحت علشان ما نتقلش على التربة وتكون التربة بتاعتك طينية. واهم حاجة يكون معرض الى الشمس علشان البامية بتحب الشمس القوية، يعني حوالي 7 ساعات في اليوم هي كده تكتفي من الشمس. يعني ما تحاول انك ما تعرضهاش الى الظل علشان لو جه عليها ظل هتطلع وتاخد منها نموات تخدير بس مش هتاخد منها ايتها محصول. بس احنا عاوزين المحصول. زي ما قلنا احنا كده بنبدأ نحط في الوحدة النجرة بتاعتنا حوالي 3 من 4 ل3 بذور بالظبط علشان ما تطلعش معانا غزير. وبعد كده مبروك عليك احلى شوية بامية فوق سطح بيتك. لو حابب تزرع الاكل صحي او الفواكه فوق سطح بيتك ما تنساش تتابعنا انا ادهم، ونزرع جميع ما تشتهي الانفس من الباذنجان الى الطماطم الى الفلافل بانواعه، خاصة المانجا. لو انت حابب تزرع فوق سطح بيتك